أنت الآن أفخاي، هل تشعر بالهزيمة بالمهانة مما حدث صباح اليوم لكم؟ مهما حاولتم فلن تكسروا إرادتنا. شعب إسرائيل حي، تقصد بمن تقصد ونحن المقاومة مهما حاولتم؟ سننتصر عسكريا وإعلاميا، ومهما حاولتم وجندتم كل الطاقات وما إلى ذلك وتستخدمون كل هذه الصفات لن تستطيعوا كسر إرادتنا. أنا سنبقى أنقل شعب لك إسرائيل حي. ما يقول قادة حي، المقاومة. وشعب إسرائيل لست طرفا، لكن الآن وأنت تحدثني هناك إحدى القنوات العربية الكبيرة قالت أن أعلنت عن أسر قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي. على ما يبدو أن هذا الكلام غير صحيح كما قلت أفخاي. قائد المنطقة الجنوبية في جيش الدفاع الإسرائيلي، قائد المنطقة الجنوبية في جيش الدفاع الإسرائيلي يدير الأعمال، يقر الخطوات، وهذه الأعمال التي يقودها ستتصاعد وستتصاعد أيضا في ساعات المقبلة. أفخاي، أنتم مش خايفين في جيش الاحتلال من أنكم وأنتم يعني من تصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة أن ممكن هذه العمليات وهذا القصف بشكل أو بآخر يعني تلحق الأذى بأسراكم في القطاع أفخاي؟ نحن في حالة حرب ولن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سكان إسرائيل. لا نخاف ولا نتردد، ولدينا العزيمة لتدفيع حماس ثمنا باهظا على ما ارتكبته من حماقة وجرائم. نحن الآن سنعيد السيطرة، سنحمي الحدود، سنعزز الدفاع، الجهود الدفاعية على حدودنا وفي بلداتنا. وسنواصل الهجمات والضربات لأوقات. هل تتوقعون اشتعال جبهة لبنان أو الجبهة السورية ضدكم خلال الساعات القليلة القادمة أم لا؟ عيوننا تتجه ونحن ننظر إلى كل الجبهات وإلى كل الساحات، ونحن لا ننصح أحد أن يجرب ويمتحن عزمنا على حماية المواطنين الإسرائيليين. وما سيرتكب وقد يرتكب حماقة سيدفع ثمنها، وهذا واضح تماما. ننظر، نتابع، ولدينا القدرة للتعامل مع أي تحدي وأي سيناريو وهي تطور.